السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ الحمد لله، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله العيد، كل عام وانتم بالف الف خير يا ربي، وان شاء الله لجميع الامه المسلمه يا ربي وجميع الامه العربيه، وتوحشتكم بزاف بزاف، وان شاء الله يا ربي يكون تقبل منا هذا الصيام. اليوم ان شاء الله ندير معكم الشارك العريان، حاجه شابه وخفيفه. ما تنساوش بنات ديروا لي اشتراك القناه وكومونتير شباب كيما نتوما. نبداو. عندي 3 كيلات كاوكاو مرحي. ارحيه كاع، كل وحده والرحايه تاعها، ارحيه كاع في الناعم. ومن بعد درت له كيله ناقصه صبع، ناقصه هكا شويه سكر، ومن بعد 3 مغارف دهان ولا السمن ولا دهان، ومن بعد درت له المزهر. وقعد يلمي لمي لمي وشني عجني باش هذاك السكر يولي شغل يتلعك هكا نورمال. عجني مليح مليح وخليه يرتاح. ومن بعد تحكمي كاس ماكارين ذايبه وبارده، كاس زيت وكاس حليب، وتقعدي تخلطي مليح مليح وقرصه ملح. ومن بعد ديري نص كاس سكر كلاصي. الكاس اللي درتو انا هو العبيره، يعني نقولوا نص عبيره سكر كلاصي. وتخلطي مليح مليح وشيني كلش صفي في الصفايه باش حبتك ما تتقطعش. ومن بعد ديري مغرف صغيره خماره نواره صفي عفوتيها مع الفرينه باش ما تطلقلكش القروصيه. وقعدي خلطي وشيني هذه العجينه راهي ما تتلصقش معك كما تشوفي هنايا، ما تتلصق لا في يدك لا في الحاجه اللي تخدمي بها والو والو. ومن بعد تقعدي تخلطيه مليح مليح، وتضيفي الفرينه بشويه بشويه. كما انا هنا درت مغرف فاني، نسيت باش نقول لكم. ومن بعد تحكمي ديري الفرينه كلش يتصفى. ومن بعد شوفي العجينه كي راهي تحبط معانا، معناتها تجي مبسه وهايله وخفيفه خفيفه خفيفه. هذا الشارك لاباط تاع ماما تاع بكري، ومن بعد فكرتني فيه اختي قلت نشاركها معكم. من بعد تقعدي تكوزي غير على راس صباعتك، شوفي العجينه كيف ما تلصقش معنا. المهم عجينه شابه بزاف بزاف. من بعد تقعدي تخلطي، تزيدي الفرينه تزيدي بشويه باسكو هي ما تتحمش، ما تفتش الفرينه بزاف. وتقعدي بعد تحصلي على عجينه طريه كيما هاك، وخليها تريح واحد نص ساعه. ومن بعد كوري كامل الحبات تاعك، وحسبي وحسبي الكاوكاو مع العجين باش تجينا سوا سوا. كيما انا هنا قطعت لي واحد 50 حبه هاك، ما نقول لك 50، ما نقول لك 55 هاك. ومن بعد نروحوا للشكل. هنا الشكل تحكمي بعد ما ريحت معانا ودرتيها وديري غطيها باش ما تخرجش الإدام تاعها وتنشف. ومن بعد حليها كامل رقيقه، رقيها رقيها رقيها، وديري شويه شويه ما يزيد شويه برك، ولا ما ديريش، لا لا ديري شويه. ومن بعد حليها كاع باش كي تكوني تلوي فيها وطيب وتاكليها تحسيها مورقه تحت فمك، يعني تولي تتفتت وتولي خفيفه. ومن بعد حليها كامل كيما هكا وشكلي الكاوكاو تاعك. وشني الحبه باش تجيك شابه ومفينيه، لازم كاوكاوك يكون مشكل مليح باسكو هو اللي يمد الشكل تاع الحبه تاع التشارك. من بعد تحكمي ترقي منه ومنه بيان سور، تتخشني في الوسط باش كي تدوري تمدي شكل شباب. من بعد هكا، وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله يعجبكم، يعني بلا ديري هذوك الطوابع اللي راهم خرجوا جدد ولا، يعني بلاش. وشني خليها تريح، يعني مادام كي راكي خدمتيها وشكلتيها خليها تريح على الاقل على الاقل نص ساعه على الاقل، وخليها طيب وشني باش تشد روحها. هذا هو الشكل. من بعد انا هنايا بعد ما كملت كامل كونتيتي وخليتها تريح واحد النص ساعه، ثقبتها ثقبيها 3 ثقبات برك، ما تكثريش، 3 زوج هكا باش ما تنتفخش، نمدوا لها شويه هواء. بعد ثقبيهم كامل وخليهم يريحوا. ومن بعد تحكمي حبه بيض وديري لها مغرف فاني. ومن بعد تقعدي تخلطي حتى يتقطع معك البيض. ومن بعد ديري بالبانسو فوق الحبه تاع الشارك تاعك، وشين هي ركزي على منه ومنه باش الحبه تشد كامل الكاوكاو، يعني تكون كامل بالكاوكاو، ما توليش مبقعك شغل حبه في جهه فيها وجهه ما فيهاش. وديري غير من الفوق، من تحت لا لا. هكا لو كان هكا من تحت نستهلكوا بزاف كاوكاو. والكاوكاو يكون مرحي، عطرته ثاني بشويه فاني شويه. وهذا هو الشكل. ومن بعد انا كنت مسخنه الفور، سخنته ربع ساعه هكا قبل،
وطيبته واحد 10 دقايق، 10 دقايق ربع ساعة. شوفي ما نقدرش نعطيك الوقت، صديق على حساب كل وحدة والفور تاعها. كيما أنا الفور تاعي بزاف قهوي، يعني لازم نقعد عنده، لازم نوقف عنده باش نشوف إذا طابت. وهذا هو الطياب تاعها، تحمريها من تحت ومن بعد تشعلي لها من الفوق. ونتمنى أنكم يعجبكم، ونتمنى أنكم ديروا لي اشتراك القناة، كومونتير شباب كيما نتوما، وميرسي. في أمان الله.